السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعة لنا يوم القيامة. صحيت من النوم في يوم الأجازة اللي احنا فيه ده متأخرة، وكان عندي حاجات كتير هعملها. كنت عايزة أعمل للولاد غدا محترم كده في اليوم ده، بس كنت موصية واحدة معرفة على جبنة قريش، جبنه فلاحي، وقلت لازم الحق اروح اجيبها قبل ما تديها لاي حد تاني. هما بيحبوا يبيعوها صبحه، ما بيحبوش يقعدوها عندهم، وانا بحب اخدها صبحه. فمشيت بقى الطريق الطويل بتاعي ده كله، طبعا هو مشوار، بس طبعا الهون المشوار الجو الروعه اللي انا ماشيه فيه ده. الشمس طالعه والجو جميل، في نسمه هوا خفيفه كده. والجو حلو قوي مع الزرع الاخضر. شايفين السماء زرقاء، اللي هو المنظر يا جماعه. انا بحب عيشه الارياف وبحب الجو بتاع الارياف، بحبه بحره ببرده بكل حاجه فيه. الجو فعلا كان روعه جدا، وانا ماشيه مستمتعه قوي قوي. فضلت ماشيه على مهلي، المشوار بعيد على ما اوصل للمكان اللي انا هجيب منه الجبنه. اليوم اللي ببقى عارفه ان انا رايحه فيه اجيب فيه الجبنه، ببقى مبسوطه قوي، سواء في البرد سواء في الحر. في كل الاحوال انا ببقى مبسوطه ان انا بمشي المشوار ده في وسط الزرع والجو جميل قوي. فكنت خلاص قربت اوصل، هجيب الجبنه بقى واروح علشان الحق اعمل الغدا، لان احنا كنا الكلام ده كله كان بعد الظهر. الجو كان روعه جدا. جبت شويه خضار كده في السريع، ما لقيتش كل الحاجات اللي انا عايزاها، لان قلت لكم كنا بعد الظهر. جبت بطاطس وبرتقان ويوستفندي وفلفل. كنت عايزه اعمل فلفل اخلله، ما لقيتش غير نص كيلو، تعبان شويه مش حلو قوي، بس قلت ماشي امشي الحال. شايفين الجبنه وجمالها بميتها والله يا جماعه، وصبحه وزي الفل. عشان كده انا بروح اجيبها، ما بتاخرش عليها ابدا، بجري. رجعت بقى شوحت بقى فراخ، صدور فراخ وبصل وفلفل وطماطم، علشان اعمل عصاج الفراخ، علشان اعمل للولاد مكرونه بالفراخ. هما بيحبوا المكرونه بشاميل بالفراخ اكتر ما بيحبوها باللحمه، انا كمان بحبها بالفراخ قوي. وابتديت بقى ان انا اقلب الخضار كده في بعضه. حابه اقول لكم يا جماعه، احنا عايزين نحمد ربنا كل يوم على اليوم اللي بيعدي بسلام. يوم عدى بسلام بدون ما يحصل فيه فاجعه او يحصل فيه مصيبه كبيره او يحصل فيه اي حاجه، تحمدي ربنا عليه. ده دايما نقول الحمد لله. ويا جماعه عايزين نلتزم مع بعض باذكار الصباح والمساء، تحمينا من اي حاجه، من شياطين الانس والجن، تحمينا من اي حاجه بتحصل في الحياه، في وجع الاقدار. دايما ندعي ونقول اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال يا رب، ونقول أذكار الصباح والمساء تحمينا من فواجع الأقدار. الدنيا بقت صعبة جدا، والمصايب بقت فيها كتير، وحاجات كتير بتحصل في الحياة، وحاجات غريبة وحاجات صعبة جدا. اللهم لا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. هنا عملت لنفسي كوباية شاي، وقلت أروق على نفسي كده شوية، وزودت الفراخ مية مغلية وسبتها بقى على النار. وحضرت البشاميل، اللي هو انا حبيت اروق على العيال في يوم اجازه كده، اعمل لهم صينيه مكرونه بالبشاميل مع فراخ وبس. جبت بقى، كان عندي قطع من وش اللبن او القشطه، حطيتها على وش الصينيه كده ودخلتها الفرن. وابتديت بقى الم كميه المواعين الرهيبه. الحمد لله على نعمه المواعين، الحمد لله. صحيح صعبه واحنا بنتعب، وربنا يرزقنا بغساله الاطباق تريحنا شويه، بس برضه الحمد لله. كون ان في مواعين عندك في الحوض والمطبخ مكركب، معنى كده في حركه، في اطفال، في نعم، في خير، في رزق من عند ربنا، ربنا بعته لنا. ما هو لو ما فيش حاجه هتلاقي الحوض فاضي وما فيش اطباق متوسخه، ما فيش اكل. فالحمد لله دايما. ويرزقنا يا رب القدره على ان احنا نغسل المواعين بنفس سرعه الفيديوهات دي، هتبقى جميله والله، هنخلص في دقايق. وقفت اغسل مواعين كده، ابني كان واقف جنبي بيتكلم معايا، وانا واقفه بقى بغسل مواعين كده، والحوض بقى اتملى ميه على اخره. وانا قلت بقى اما اخلص كده في السريع على ما صينيه المكرونه تكون اخدت لون، هي مستويه كل حاجه فيها، كل حاجه بسيبها بس في الفرن شويه تاخد لون بس كده. وقلت وش اللبن اللي عليها القشطه ده يسيح كده وتبقى لونها حلو كده. وابني كان واقف جنبي وعمال يتكلم معايا. الحمد لله على نعمة الأولاد، والحمد لله على نعمة البيت ونعمة السلام النفسي. الحمد لله، دايما نحمد ربنا على كل حاجة بتمر بحياتنا. ودايما نستعين بالله وقدرته على الشغل اللي احنا نشتغله. احنا كستات بنتعب جدا في شغل البيت، شغل البيت كتير. يا ريت الرجاله تقدر قد ايه بنتعب في شغل البيت، بجد هما ما يقدروش يعملوا اللي احنا كنا بنعمله، بس ربنا مدينا القدره على ده. وهنا بقى جيت عملت البوتاجاز وهو سخن، يا الفرن مولع يا جماعه، البوتاجاز مولع. مين زي بتعمل كده؟ انا، ما انا مش هروح اقعد واستنى لما الفرن يخلص اللي فيه ويبرد وبعدين اغسل البوتاجاز، مش هيتغسل خلاص. انا لو قعدت مش هعمل حاجه تاني.
اللي هو الواحد بيفصل خلاص بعد المواعين وبعد الطبيخ، خلاص مش عايز يعمل حاجه تاني. فبقيت اعمله كده. ما كانش عاجبني قوي ان القماشه مبلوله، كل ما احطها مبلوله تنشف بسرعه ويجير كده. بقيت عماله اعيد وازيد فيه لحد لما خلصته بقى بيلمع كده. وطلعت صينيه المكرونه واخده اللون القمر ده بسبب ان انا حاطه لها معلقتين قشطه على الوش، ادوها طعم يجنن. انا بحب المكرونه تبقى جوسي، ما بحبهاش قطع. الناس اللي بتحبها قطعه القطعه بقطعتها كده، لا لا، انا احبها مهريه وجوز، تبقى تتهري كده مني عادي، مفيش مشكله. طالعه مهريه معايا مفيش اي مشكله خالص، على قلبي زي العسل. بتنزل في قلبي مش بتنزل في بطني. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا ما بكترش اكل اليومين دول، علشان انا مش هقول لكم بتبع رجيم، لكن بتبع وصفات صحيه وبحاول اعمل اكل صحي علشان وزني يقل شويه. بس طبعا باكل كل حاجه، باكل فراخ، باكل مكرونه بشاميل، باكل كل اللي انا عايزاه، لكن بنسبه قليله. يعني انا حاطه معلقتين في الطبق اهمت، وورك الفرخه ده انا مش هاكله كله، ده انا هاكل نصه بس، والمعلقتين دول وخلاص على كده والحمد لله. وخلصت بقى كده، البوتاجاز بقى نضيف، دي حله الشوربه اللي كانت باقيه سبتها عشان بنتي الصغيره بتحب الشوربه، والمواعين والحوض بقى نضيف فل شمعة منورة. الرخامة بس هي اللي عليها المواعين بتتصفى شوية، وهرجعهم مكانهم وهفضي الرخامة كمان، والدنيا هترجع زي الفل. وكده اتغدينا وغسلنا المواعين والبوتاجاز وروقنا على حالنا، وكده كان المغرب أذن. اروح اعمل بقى فنجان قهوة واقعد اروق على نفسي كده. لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم. يا رب يديم علينا نعمه السلام النفسي، يديم علينا نعمه البيت والولاد، ويديم علينا نعمه الطبيخ والشغل، كلهم نعم من عند ربنا والحمد لله. والسلام عليكم ورحمه الله.